يا جماعه الشاب اللي يخاف من الالتزام احسن اصحابه يتريقوا عليه، غباء. كان في ملك اتولد له طفل ففرح جدا، وبعد كده حصلت مشكله، الطفل بودن واحده. ودن واحده ازاي يا جماعه الوزراء؟ ابني ما يطلعش معقد نفسيا، نعمل ايه؟ قالوا له نقطع ودن كل طفل في القريه، يكبروا كلهم القريه كلها بودن واحده، خلاص ما حدش هيعقد ابنك. بعد سنين القريه كلها بودن واحده، ريه واحد زينا كده بودنين يزور القريه، داخل الاطفال زفوه، ابو ودنين اهو، ابو ودنين اهو. اهو الراجل ده بقى لو لما سخروا منه قام رايح قطع ودن عشان ما يتريقوش عليه، يبقى مجنون ولا لا؟ غبي، يبقى غبي. الشاب اللي خايف يلتزم احسن اصحابه يتريقوا عليه، يا ابني انت ابو ودنين، يا ابني هم اللي بودن واحده، يا ابني انت ابو ودنين، يا ابني. اللي بيحب الدنيا، الممثله اللي عندها 90 سنه لغايه دلوقتي ولسه ماسكه في جزمه الدنيا بتبوسها وكل شويه تتجوز جديد، عايزه تقنع الناس انها لسه صغيره وما عندهاش 70 سنه ولا 90 سنه ولا حاجه، والدنيا قاعده تديها بالجزمه. اللي بيحب الدنيا ده غباء يا جماعه. لما واحده تقول لابنها اشوفك دكتور قد الدنيا، الدنيا الرسول قال عليها جناح بعوضه، اشوفك دكتور قد جناح البعوضه، قول اشوفك بطل، اشوفك داعيه، اشوفك مجاهد، اشوفك في الفردوس الاعلى يا رب. اللي بيحب الدنيا يا جماعه عامل زي اتنين سافروا امريكا وعندهم مشوار في برج في الدور ال400، فلقوا الاسانسير عطلان قالوا نطلعها على رجلينا، فطلعوا خلاص عند الدور ال350. واحد قال للتاني انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو وايه الخبر الوحش؟ قال له الخبر الحلو ان احنا قطعنا 350 دور. قال له والوحش؟ قال له ان مش ده البرج اللي احنا عايزين نروحه. يعني يا جماعه مش ده البرج اللي احنا طالعينه، مش دي سكتنا اصلا، احنا اهل اخره مش اهل دنيا. الزاني غبي، غبي. لو واحد قالوا له اجمل فتاه في الدنيا ايه في الاوضه ده، بس بعد ما تقع في الزنا الاوضه اللي بعدها هتولع عليك نار، لو وافق ما هيولع عليه قبره نار.